السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا طلبة أولى ثانوي، ولاد وبنات، المرحلة الأزهرية. إن شاء الله بإذن الله النهارده نحل مع بعض امتحانات، بإذن الله ما نطلعش عن الامتحان. ركزوا معايا بقى إن شاء الله ونبدأ نحل كام اختبار كده، ده بيساعدكم في المراجعة. عندنا أول سؤال شو الأنسر. عندنا بيبقى فيه 6 أسئلة. أول سؤال regular exercise. regular exercise helps with you نقط your score. بيقول لك هنا التدريب المنظم بيساعدنا في ايه؟ تحقيق الاهداف. تقول يعني ايه الاهداف؟ في ايه؟ احنا عندنا معناها تحقيق تشييد، مش ريبليس يستبدل، لا كونفيوز يربط، ولا انفلت مفاضل. في تحقيق او يحقق الاهداف. السؤال نمبر 2. He always arrives early to work because he values. لكن هو دايما بيوصل بدري عشان للعمل because he بيقدر. طبعا يقدر الانضباط والله. الانضباط هنا معناها punctuality. الانضباط روتين لا، تركيش تراث لا، شنطة لا. نمبر 3. The street was full of colorful. الشارع كان مليان ايه؟ ملون، لون مرسوم باي لوكال ارتست، بصوت الفنانين المحليين. طبعا اي حاجه مرسومه على الحيطه او متلونه على الحيطه اللي هي مودرن. اللوحات الجداريه. اللوحات الجداريه. نمبر 4. not finishing the interview he left the office. دي طبعا هنا جرامر. طيب الجمله دي مضبوطين. الجمله دي هنا بتدل على ايه؟ بتدل على موضوعين، ده حدث اول، كل ده حدث ثاني، وده حدث اول. طيب الماضي تاني هختار اصفر ولا هابنج ولا هاب ولا بيفور؟ هاب طبعا مش معانا، والبيفور طبعا بيجي بعدها الماضي البسيط، فبالتالي هنا برضه مش معانا، استبعدنا دول. هختار هنا هابنج ولا اصفر؟ بصوا بقى، الهابنج بيجي بعدها البيبي. طيب هنختار اصفر ونفهم حاجه بقى. هنا كان ممكن نقول ان هنا عشان مفيش فعل فدي بعدها وين يجي، كان ممكن تختار بيفور او افتر. لا بيفور، لا بيفور بيجي بعدها الحدث الثاني الماضي البسيط، فبالتالي هنا اهو انا مش موجوده اهو، ده ما نختارش طبعا غير بيفور. افتر هي الاجابه الصحيحه. نمبر 5. she has worked there نقط 28. هي اشتغلت هنا، فمضت ده بدايه مده يا ولاد، دي بدايه مده او بدايه تاريخ. طبعا ابوها استبعدها مش معايا ولا جزء. سنس وفور، سنس طبعا هي الاجابه الصح، لكن فور بيجي بعدها المده، 5 سنين، سنتين، اسبوعين، ساعتين، ففور لا. نمبر 6. he isn't answering his phone في نقط دي asleep. هنا عندنا طبعا برضه قاعده اللي هي ايه يا ولاد؟ الاستنتاج، خط الاستنتاج. he isn't answering، هو مش بيرد على التليفون، هو اكيد نايم. اكيد بقى نايم تبقى نص، مستحيل طبعا لا، ربما لا، شوف انت دي طبعا للنصيحه، لا دي للنصيحه مش معانا. سؤال الريرايت. my father always reads the newspaper after breakfast. ويقول لك ايه؟ طيب بيقول لك بابايا دايما بيقرا الجرايد بعد الفطار، وعاوزك تبدا ايه؟ ايه هنا معناها انه يقصد عاده والدي. ماشي، عاده والدي، هو عاوز كده، يبقى يعني يقصد ايه او الايه؟ my father ده habit، عاده والدي my father. هنحط اقول في الاسم بتاعت الملكيه father habit، عادة والدي. هيجي بعدين يا ولاد تو المصدر، تو read وانزل the newspaper after breakfast زي ما هي. ممكن ليها إجابة ثانية، ممكن في إجابة ثانية، ممكن تقول إن بابايا متعود. ممكن تقول my father is used to reading. ماشي، بس هنا هو عاوز الصيغة.
فاحنا خلاص دي هي الإجابة الصحيحة. نمبر 2 ليلى has arranged their flight to جدة tomorrow. ليلى منظمة بقى رحلتها لجدة بكرة وعايز فلاي. فاكرين بقى حاجة متنظمة ومترتبة يبقى عايزينها ايه يا ولاد؟ ليها مضارع مستمر بتدل على المستقبل، مضارع مستمر اللي هو فيرب تو بي زائد الفيرب ده ان جي. يبقى هنقولها ازاي؟ هنقول ليلى بعد كده هنقول هنا ليلى هنشيل هاد ونشيل ابريل بدون ليلى دي ممكن تبقى از هنا الفيرب فلاين سوري، يبقى هنا is flying to جدة tomorrow. بس كده خلصت. احنا شلنا هاد وارينجد ورحلتها خلاص وليلى is flying to جدة tomorrow. بعد كده نمبر 3 هنا في التحويل من مباشر لغير مباشر، وهنا عايزة تكتب. بس يعني هنربط أول حاجة بنحط هنا الأقواس، نمضي الأقواس. بيقول لك I have just cleaned my room said هالة. يبقى هنبدأ نقول له هالة said زي ما هو عايز يحط هنا الأقواس. طيب هنا عايدة على مين يا ولاد؟ عايدة على هالة، يبقى هنربط الأول هنا البس، وهنا عايدة على التاني يتكلم مين هالة تبقى نقولها شي. طب الزمن هنا have just cleaned ده هنا مضارع تام نحوله الماضي تام تبقى has just زي ما هي والبي بي cleaned. my room كده ايه؟ غرفتها هي her room. فول ستوب. تمام كده؟ نمبر 4 after we have locked the door he left the house. هنا في حدثين، حدث أول حدث ثاني بترتيب الأحداث اللي بنقول لك after he had locked the door لما قفل الباب he left the house. هو واضح إن ده حدث الأول وده حدث الثاني. عايز بيفور بيجي بعديها مين؟ بيجي بعديها الحدث الثاني الماضي البسيط. يبقى هنشيل هنا after وهنقول له ممكن عادي نكتبها في الأول أو في الآخر ده احنا عايزين، يعني ممكن نكتبها كده he had locked the door زي ما هي هنا ماشي. before حطها كده في النص بس كده before وبقى الجملة هي left the house. أو ممكن عاوز تبدأ بيها هنقول يعني نقول before، لا ممكن تقول before he left the door he had locked before he left the house he had locked the door. بس خلاص هو هنا before طالما عايزها سمول يعني عايزها في النص. خدوا بالكم لما بيكون الحرف مثلا هنا زي كابيتال أنا عايزها أول الكلام بيكون كده سمول، طبعا كده كده في النص رابط، أو هنا عايزها كده في النص كده سمول عايزها في النص. بعد كده القطعة يا ولاد مش هنا هنتكلم عن التلفزيونات. هنا بيقول لك تلفزيون تشوز ساوند اند بيكتشر. التلفزيونات بتعرض لنا طبعا أصوات وصور. they get data from tablet. الداتا معتمدة على تابلت يعني أفلام. discs or air signals. they turn data into sound and image. بيقول هنا معناه يا ولاد ان التلفزيونات بتعرض لنا اصوات وصور ماشي، والداتا بتاعتها بتعتمد على سلوك او اسطوانات. هنا ديسك يعني اسطوانات. بعد كده they turn data into sound and image. people watch news and show on them. you probably call them TV. وهنا بعد كده سموها التلفزيون او التلفزيونات. طيب جون بيرد ده هو اول واحد اللي عمل اول تلفزيون. made the first TV in 1925 سنة 1925. it had one color كان لون واحد بس. it could only show 30 lines كان بيعرض يا ولاد 30 خط بس. this was
just enough room for a face. وكان بس هو حب يعرض وجه واحد فقط. I didn't work well. It didn't work well. ما كانش طبعا شغال كويس. But it was a start. لكن كبداية. The first TV أول محطة تلفزيون. The first TV station was set up in 1928. 1928. It was in New York. كان في نيويورك يا ولاد. Few people had TV. ناس قليلة أوي اللي كان عندها تلفزيون. The broadcast were not meant to be watched. ما كانش الغرض منها وقتها المشاهدة. والغرض منها كانت التجربة. They showed فيليكس زكاة. كان أول حاجة بتتعرض يا ولاد حاجة اسمها القط فيليكس. دمية القط فيليكس. فيليكس زكاة دول for 2 hours a day. كانت بتلف كده لمدة ساعتين بس. The doll spin around بتلف on a record player. كانت بتلف على جهاز تسجيل. They were experimenting. It took many years to get it right. أخذت سنوات علشان تشتغل كويس بعد كده. By the end في النهاية of the 1930 بنهاية 1930 TV were working well. ابتدت التلفزيونات تشتغل كويس. America got its first TV set at 1939. دول كان في أول خط في أمريكا أو تلفزيون في أمريكا اشتغل 1939. World Fair. This was one of the biggest events. كان عندنا طبعا لقاء كبير لما افتتحوا أول تلفزيون في أمريكا. There were 200 small. عملوا 200 تلفزيون صغير black and white أبيض وأسود. TV set around the fair. اشتغل بشكل كويس. The US الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية gave a speech over the TV. ألقى أول خطاب على التلفزيون. The TV were only 5 inches big but the people loved it. لكن صحيح ما كانش التلفزيونات شغالة بكفاءة أوي لكن الناس حبت الموضوع. They wanted TV but were طبعا الناس كلها كانت عايزة يعني موضوع التلفزيونات ده كانت عايزة انها تبدا خلاص. لكن في مشكله كانت الحرب العالميه الثانيه يا ولاد بدات او كانت شغاله. فور الحرب العالميه الثانيه was going on during اثناء شغاله في هذا الوقت. فاكتورز المصانع كانت مشغوله به making the guns and bombs بصنع البنادق البندقيات يعني والقنابل. When the war was over لما الحرب انتهت TV spread across the country. ابتدت انتشر بقى التلفزيونات في الدول. spread هنا معناها ان انتشرت. نيجي لأول question. Who invented the first TV and when? مين اللي اخترع أول تلفزيون وإمتى؟ invented معناها اختراع. أول حد اخترع التلفزيون طبعا هو احنا قلناها اهو الإجابة. نغير بس هنا اللون عشان ناخد بالنا. اللي اخترع أول تلفزيون عندنا جون بير made the first TV. امتى بقى؟ أهو عندكم 1925. أدي السؤال إجابة السؤال نمبر 1. اختصر للوقت. نمبر 2. Why didn't many people watch TV in 1928؟ ليه مفيش ناس كتيرة بتتفرج على التلفزيون سنة 1928؟ الإجابة عندكم هنا. بصوا في الباراجراف ده اللي هو البلاي ستيشن هنا عندنا الأول هنا. عشان ناس قليلة اللي كان عندها إن هو كان عبارة عن إيه يا ولاد؟ كان عبارة عن تجربة بس. كان عبارة عن دمية للقطة كده بتلف لمدة ساعتين وكان على سبيل التجربة. الإجابة هنا من أول فين؟ من أول few people had not ما كانش الغرض ليه العرض. كان الغرض ليه بس التجربة. عندنا لغاية هنا. نمبر 2 دي الإجابة نمبر 2. طيب نمبر 3. why didn't the TV spread quickly during the 1940؟ ليه ما انتشرتش التلفزيونات بسرعة أثناء 1940؟
طبعا هنقول هنا عشان في الفترة دي كانت الحرب العالمية يا ولاد، في آخر باراجراف أهو من أول وورلد وور هي لغاية لكن المصانع كانت مشغولة بصنع البنادق والقنابل. نمبر 3. طيب نمبر 4 the underlined word busy is an antonym for. نكمل سؤال رقم 4. the underlined word busy is an antonym for what. كلمة busy هنا معناها عايز عكسها يا ولاد، عكس كلمة busy. كلمة busy معناها مشغول، فأكيد عكسها ايه؟ free بقى، فاضي. تمام. بعد كده number 5 as used in the last tense of the passage. the underline plus was over is synonym. عايز معنى was over. was over قلنا معناها هنا كان انتهى، معناها انتهت اللي هي الحرب. فهنا معنى انتهت finished. بس بعد كده الديالوج Sarah and Noor are talking about an English test. سارة ونور بيتكلموا مع بعض بخصوص امتحان الانجليش. فهنا نور بتقول هاي سارة يو لوك فور، شكلك قلقانة. فسارة قالت لها يس اي هاف ا تيست تومورو، عندي امتحان بكرة. فنور قالت لها سؤال وكان إجابة سارة جرامر اند فوكابولري، قواعد وكلمات. هنا تقول لها امتحان ايه؟ تقول لها انا عندي امتحان بكرة، فقالت لها ده قواعد وكلمات، فالامتحان عن ايه؟ أو عن ماذا؟ فعندنا ماذا يعني what، وعن يعني about، تمام، واختبار يعني this. حلو. فنيجي بقى نرتب السؤال. طيب هنقول لها what. هنا عايزة فعل مساعد يكون what is the test about. what is the test about. يبقى دي من أداة الاستفهام. نمسح روت كده. نحاول يا ولاد نفهم السؤال ماشي ازاي، ترتيبه ازاي عشان تعرفوا تجاوبوا اجابه صحيحه. فهنا وقت ماذا عن ايه، وهنا الفعل المساعد يكون، والاختبار عن ايه. طيب بعد كده نور قالت لها سؤال، فكان قالت لها I am worried about this، انا قلقانه بخصوص الازمنه التنس. فقالت لها انت قلقانه بخصوص ايه برضه. عندنا هنا وقت، ودايما لما نشوف I am في الاجابه حولها ل are you على طول. are you سؤال. وعندنا worried قلقانة أو قلقة. worried about قلقانة بخصوص إيه؟ طيب بعد كده قال لها I am worried about things. نور سألتنا سؤال كمان، فالإجابة كانت صارت لها yes please I need help understanding things. يعني قالت لها أيوه لو سمحتي أنا محتاجة مساعدة عشان أفهم. فهتقول لها طالما ينفع أساعدك وأستطيع إن أساعدك can I help you طبعا. can I help you. بعد كده الوقت اوكي let's revise together now. يلا نراجع مع بعض دلوقتي. فقلت لها you are welcome. قلت لها شكرا. يبقى thank you. thank you. قلت لها you are welcome يعني العفو. طيب بعد كده عندنا هنا يا ولاد السؤال عن الاسلامك. فهي نمبر 1 honesty الامانه الاسلام مين بتعني ايه؟ هل saying anything freely يعني نقول اي حاجه بحريه؟ لا طبعا. طيب being truthful in private and public اني اكون صادق في السر والعلن، صح طبعا في معانا. نقرا برضه بقى الاجابات. helping only friends اني اساعد بس اصدقائي فقط. avoiding responsibility اني اتجنب المسؤوليه برضه. هنا معناها هنا الاجابه بتاعتنا اني اكون صادق في السر والعلن. truthfulness الصدق يا ولاد is considered يعتبر the نقط of Muslim character. يعتبر ايه؟ هل يعتبر هنا weakness ضعف؟ لا. decorating تزيين برضه لا. cornerstone يعني اساس طبعا
صورة صحيحة، والريزلت نتيجة خطأ. نيجي بقى لسؤال true or false. perfection نقصد بها الإتقان. الإسلام في الإسلام is considered يعتبر only a final result، يعتبر نتيجة نهائية أو غاية، يقصد غاية and not a way or method that helps Muslims to reform their within the. هنا معناه يقصد دلوقتي إن الإتقان معناه إن هو غاية حتى بغض النظر عن الطريقة بتاعته. يعني سواء مثلا يقصد هنا إن مثلا بطرق حتى مستوية أو بطرق غير صحيحة. لا طبعا يا ولد، الإجابة غلط. الإتقان مش غير الإتقان وسيلة وليس غير. نمبر 4 إسلام teaches. الإسلام بيعلم المسلمين to respect يحترموا all هم كل البشر بجنس equally، يقصد هنا بشكل متساوي regardless of their race or background بغض النظر عن خلفيتهم. طبعا صح. نيجي بعد كده لسؤال translate from English أول حاجة، وبعد كده translate from Arabic into English. طيب هنا بيقول لك teacher should encourage their students. هنا بيقول لك المدرسين أو المعلمين يجب إنهم يشجعوا الطلبة to participate على ممارسة effectively in different school activities، إن هم يساعدوهم على المشاركة الفعالية في الأنشطة المدرسية المختلفة. فنيجي نترجم هنا بقى بالعربي، هنقول ينبغي بقى بالعربي نبدأ بالفعل. ينبغي على المعلمين أن يشجعوا طلابهم على المشاركة بفاعلية في الأنشطة المدرسية المختلفة. بعد كده translate from Arabic into English. يقوم العلماء حاليا بتطوير تكنولوجيا خاصة بصناعة ما يسمى الأدوية الذكية، لكن مش أنها أن تعمل إمكان من رياضة حرام تتعب جدا أو منخفضة جدا. بص الإنجليش معنى يعني مش لازم تبقى الكلمة في الكلمة ليها أكثر من معنى، في أكثر من معنى بيدل على نفس الكلمة. مش هتقف معاك الترجمة على كلمة معينة، مسألة كده بدماغك تفتكر كلمات كتير وهتجيب الجملة بتاعتك. فهنا عندنا مثلا يقول لك يكون العلماء حاليا. طيب هنا معناها حاليا أنا ممكن أبدأ بيها، ممكن أقول نام حاليا أو today أو today، هي نفس المعنى. عايزة أقول هنا scientist العلماء أو the scientist العلماء are بيطوروا are developing بيطوروا special التكنولوجيا الحديثة technology to produce لكي ينتجوا what الإطلاق تشكو بحاجة تدعى أو تسمى. دي هنكمل هنا smart clothing اللي هو اللي هي الأزياء الذكية. الخط اللي مكتوبين زي في الترجمة العربي بالظبط، مش أنا يعني أنا بنربط كان برودكت بتحمي الإنسان from very نكمل هنا from high or very low temperature، تحمي من درجة الحرارة العالية جدا والمنخفضة
مش من تحت كده عشان نكمل. بص دي نيجي بقى للباراجراف، هنكتبه هنا. نيجي بقى لنفس سؤال الباراجراف عن what do you do to keep your home clean؟ بتعمل ايه عشان تحافظ على نظافة بيتك؟ هنا نكتب كده، نجيب صفحة بيضاء ونكتب بقى، هكتب معايا، هكتب الجمل واحد نكتبها نترجمها، حضروا بقى شوفوا واكتبوا ورايا. عندنا طبعا بنسيب في بداية الباراجراف بنسيب مساحة صغيرة كده فصل، ونبدأ من هنا نكتب أول حرف كابيتال. فهنقول إيه مثلا keeping، محافظة my home على بيتي، my home clean نظيف، it's very important، it's very، ونبدأ من الأول هنا عادي important، حاجة مهمة. طيب because بسبب أو لأن، a clean home أو a clean house البيت النظيف makes يجعل الحياة أفضل، أكثر صحة، make life healthier، أفضل صحة أو صحية أكثر، healthier تقول الترجمة وتنسي، and more وأكثر راحة comfortable، جملة ثانية بقى دي كده مختار مقدمة. firstly أولا هنغير هنا الكلمة ليه؟ عايزة بلغتك يعني منظم مختلف. هنا معلش من القلم كده firstly أولا وكما مثلا أي نكتب أنا بوظف أوضتي tidy my room، بروق غرفتي every day كل يوم every day. secondly ثانيا مثلا secondly ثانيا كما برضو مثلا بنمسح الأرضيات على السرير، بنمسح الفلور الأرضيات. مرور عليها على ذلك مرور بساعد مثلا بساعد أسرتي في تنظيف الأطباق بعد كل وجبة. I help my family wash the dishes، غسيل الأطباق بعد كل وجبة. after meals بعد الوجبات. مثلا بننفذ زبالة في السلة أو نجمع المخلفات في الزبالة. and throw نلقي rubbish أو كمامة in the bin في السلة، سلة الكمامة في الصبح. كمان مثلا بننظف الحمام وننظف بانتظام، مثلا نقول also أو أيضا clean the bathroom حمام the bathroom and the kitchen والمطبخ بانتظام. يعني بانتظام reduce قليل، بانتظام بصفة منتظمة because عشان هما لازم يكونوا نضاف because they must always دايما be clean. جمل سهلة جدا. عايزين نقول مثلا finally في النهاية، دي قبل الختم لسه مش هنفهم. finally مثلا أنا أؤمن إن البيت
ممكن نضيف دي مسؤولية كل شخص. نقولها ازاي؟ believe، أنا أؤمن إني، أدي رابط، كل التنظيف، البيت، the home is مسؤولية كل شخص. everyone فيها responsibility. responsibility مسؤولية كل شخص. في الختام هنكتب هنا في الحتة الفاضية كل باراجراف كده بيبدأ أو كل كام جملة كده conclusion في الختام. conclusion يعني في الختام والباب. هنكتب مثلا عندما نحافظ على نظافة بيتنا مثلا بنشعر بالسعادة، ونقدر مثلا نبقى مستعدين للمذاكرة والاسترخاء في بيئة كويسة أو بيئة نكتبها ازاي؟ عندما when we keep our home، عندما نحافظ على بيتنا أو منزلنا clean نظيف، we feel happy، ونشعر بالسعادة we feel happy and ready، نكون مستعدين to study، نقدر نذاكر بارتياح وريلاكس أو نستريح ونريلاكس في بيئة كويسة in good أو a good environment، في بيئة جيدة environment. بس كده. أنا عندكم درجات أهو، اكتبوا بقى انتوا في درجاتكم خطكم، وأنا ترجمت كل جملة قلتها واحفظوه واحفظوا ترجمة. بس كده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنونا إن شاء الله في فيديو تاني كمان هننزله في حل امتحانات.